دي اهم رفايع جبتها في حياتي، تعالوا اوريها لكم. ده باسكت بيتعلق في اي ضرفه حطيته جنب الحوض بدل ما افضل رايحه جايه على الباسكت الكبير، سهل عليا جدا. دي اكياس تصفيه للحوض، الباكت فيه 100 قطعه، انسي بقى ان الحوض يتسد عشان بتصفي كل حاجه حرفيا. الكفر ده بقى احلى حاجه جبتها، انسي انك تبهدلي الدنيا لو بتضربي اي حاجه بالمضرب او الهاند بلندر. واخيرا جبت ورق زبده ما بيلزقش فيه الاكل وشكله حلو جدا، مش هجيب غيره. المساحه دي من ساعه ما جبتها والله مش بستغنى عنها، حطها جنب ايدي على طول، بتلملي كل فتفوته من على الارض، يعني مش محتاجه اكنس، وكمان بتلمع لي الارض. بجد سعرها تحفه وهتعيش معاكي، مش زي الحاجات اللي بتبوظ بسرعه، وكمان ايديها طويله فهتريح ظهرك. الاكياس اللي بنغطي بيها الاكل صديقتي طبعا، كل ما تخلص اجيب منها تاني. ودي بقى ليها استخدامات كتير قوي للاطباق والكوبايات على السفره، شكلهم شيك، او ممكن مفارش هيغيروا لك شكل المكان. المنظمات الخوص بيجوا 3 مع بعض، حطيت واحد على البوفيه عشان الم فيه كل الكركبه اللي زوجي العزيز بيحطها بره، وممكن تحطوه في التويلت هيلم لكم كل حاجه، والكبير حطيته في المطبخ لملي كل الكركبه. وده طقم شاليمو 5 قطع، بيجي معاه فرشه التنظيف بتاعته، شكله حلو وطبعا هيعيش معاك. ازاي ما جبتش منظم المعالق ده من زمان؟ مهم جدا جنب البوتاجاز، ببقى مش عارفه اوديهم فين وانا بطبخ. لممت الوبر دي لا غنى عنها في الشتاء، ودي اللي هتعيش معاكي مش زي الحاجات التانية. رجعت الجاكيت كانه جديد. كل الحاجات دي جبتها من جبنالك دوت كوم، بتعامل معاهم بقالي كتير، حاجتهم تحفه وطول الوقت عندهم اوفرز، قلت لازم اقول لكم عليهم.